أهلا بك على بيت دوت كوم، أكبر موقع للتوظيف في الشرق الأوسط. سوف نظهر في شريط الفيديو المصور هذا الخطوات الأولية التي تؤمن لك وظيفة أحلامك، وتكمن أول خطوة في بناء سيرة ذاتية مهنية تبين تماما أهدافك وخبراتك ومهاراتك. عليك أن تكون مستخدما مسجلا لتتمكن من بناء سيرتك الذاتية على بيت دوت كوم. وبعد أن تدخل إلى حسابك اضغط على أنشئ سيرتك الذاتية، ومن ثم على أنشئ سيرتك الذاتية مجانا. يلتزم بيت دوت كوم بجعل حياتك أسهل. نحن ننصحك بشدة بأن تخصص بعض الوقت لبناء سيرتك الذاتية مستخدما محرر السير الذاتية الخاص ببيت دوت كوم، كونه المفضل لدى أصحاب العمل. كما هناك إمكانية أكبر بأن يتم عرضها وأن تظهر في نتائج البحث وأن تحقق لك النجاح المرجو. كل ما عليك فعله هو انتقاء الخيار الذي تفضله وإطلاق عنوان على سيرتك الذاتية، ومن ثم الضغط على تابع. في حال اخترت استخدام محرر السيرة الذاتية الخاص ببيت دوت كوم، عليك تعبئة بعض الفقرات الإلزامية ومتابعة التقدم حسب فقرة حالة السيرة الذاتية الموجودة إلى يسار الصفحة، والتي تظهر الحقول الناقصة والحقول الموصى بها والحقول المكتملة. اضغط الآن على ابدأ بالتعديل هنا، واتخذ الخطوات الأولى نحو إيجاد الوظيفة التي تناسبك. بعد الانتهاء من تعبئة فقرة معينة اضغط على احفظ وتابع للانتقال إلى الفقرة التالية. وبعد تعبئة الحقول الناقصة كافة تصنف سيرتك الذاتية بأنها مكتملة، ويصبح بإمكانك جعلها قابلة للبحث من قبل أرباب العمل. بإمكانك إنشاء حتى 5 سير ذاتية، ولكن لا يمكنك اختيار سوى سيرة ذاتية واحدة كي تكون هي الرئيسية التي ستظهر في نتائج بحث أصحاب العمل الذين يريدون تعبئة شواغرهم الوظيفية. بيت دوت كوم يهتم بسريتك، لذا نوفر لك إمكانية مشاركة سيرتك الذاتية مع أصحاب العمل في حين تخبئ اسمك واسم صاحب العمل الحالي أو السابق ومعلومات الاتصال بك. يمكنك فقط اختيار هذا الخيار. إن خيار سرية السيرة الذاتية يخبئ فعلا هذه المعلومات، وفي هذه الحالة بإمكان أصحاب العمل استخدام خيار الاتصال الآمن الذي يسمح لهم بالاتصال بك في حال أثارت سيرتك الذاتية اهتمامهم. بإمكانك أيضا اختيار أن تكون سيرتك الذاتية سرية وغير قابلة للبحث عبر إزالة العلامتين من المربعين. اجعل هذه السيرة سيرتي الذاتية الرئيسية، واجعل هذه السيرة الذاتية سرية، ويسمح لك ذلك بالتقدم إلى الوظائف التي تهمك دون أن يتمكن أصحاب العمل من إيجادك على بيت دوت كوم. نحن ننصحك بتجديد سيرتك الذاتية بشكل منتظم، نظرا لأن الآلاف من السير الذاتية الجديدة تضاف يوميا إلى قاعدة بيانات بيت دوت كوم. فالسير الذاتية المجددة مؤخرا تحصل على الأولوية عند عرضها في نتائج بحث أصحاب العمل. إذا لم تكن قد جددت سيرتك الذاتية في الشهرين الماضيين، نوصيك بأن تفعل ذلك الآن وأن تستمر بالقيام بذلك. إن تاريخ آخر تعديل الذي يظهر على سيرتك الذاتية يظهر لصاحب العمل أيضا، لذا ننصحك بتجديد سيرتك الذاتية بشكل منتظم لتعزز ظهورك أمام أصحاب العمل وتحصل على وظيفة أحلامك. تذكر أن السير الذاتية المكتملة هي التي يمكن لأصحاب العمل الاطلاع عليها فقط. إذا كانت سيرتك الذاتية غير مكتملة لن تظهر في أي من نتائج بحث أصحاب العمل. لقياس التقدم المحرز في بحثك عن عمل، إحدى أهم الإحصائيات التي تستطيع الاطلاع عليها في صفحة السير الذاتية الخاصة به هو عدد مرات تم بحثها وتم عرضها التي شهدتها سيرتك الذاتية. تشير تم بحثها إلى عدد المرات التي ظهرت فيها سيرتك الذاتية في نتائج بحث أصحاب العمل، أما تم عرضها فتظهر عدد المرات التي تم فيها النقر والاطلاع على سيرتك الذاتية.
كما ترى إن إنشاء سيرتك الذاتية على بيت.com عملية سريعة وسهلة ومجانية. أنشئ سيرتك الذاتية على بيت.com الآن وابدأ بتقديم الطلبات إلى الوظائف التي تثير اهتمامك، أو انتظر بكل بساطة أن يتصل بك أصحاب العمل. نتمنى لك الحظ الوافر في بحثك عن عمل.